سبب استبعادك شيخ حميد شنو؟ اذا اقول لك تخش بعقلك، مراوى السياره، ابن اخويا مراوى السياره. بس هي الاساس قالوا انه من المفوضيه انه عليك صكوك. والله هي موقعة قضيه سياره بدون رصيد. بال 2014 تراوسوا 101 والسياره لي، سياره صاحبها من اهل البصره. تسمع المصيبه، مو مصيبه جاي ثاني بحالها. والله ايه احكي لي ايش صار؟ الثاري منطين صك بسبي. منو منطي سك باسمك؟ ابن اخويا. ابن اخوك من قرعد يعني. زين. قال لي لا ادري باسم حميد، قال معكم باسم حميد عادي، شنو الضرر بالموضوع؟ اي وانت مستعد اتصل بيهم حتى ابرر ليش انا ايش قد بريء وايش قد ظلموني وايش قد علوا علي. زين. ثاري هذا رايح يقدم علي شكوى، انا ثاري السياره ايش ادعى ابو الماخذ، ابو السياره اللي بيشتري اللي اخذ مني بالسياره، الولد من البصره. انا اعطيته عنوانه بالبصره. اي قال والله السياره ما لقينا راعيها وبعناها بسعر $10,000. يابا بعيني المطلوب مني شنو؟ أي. قال عليك 30,000. قلت لو تشلع شارب وتاخذ $30,000 واشيل له $30,000 وانطي. يعني معناها خلصت. والله خلصانه، الله على ما اقول شهيد، وهذا ما يصل. زين ترى هاي سالفتي يعني. هذا مشتكي وصديقي الرجل، لانه ما بيناتنا اشكالات. زين مشتكي عليك، ايش صار عليك حكم؟ ما ادري لحد الان، ما ادري شنو السالفه. والله ما ادري. عليك حكم بالقضيه لو ما ادري والله، ما بس حتى ترى ما تابعت كل شيء، ما عليه حكم. انا شنو الحكم اللي علي؟ ترى هاي القصه وما بيها.